من مخيمات التهجير، من مصانع الرجال اللي حررت هاي البلاد كلياتها، اللي حررت سوريا. راح يتم توزيع مبالغ مالية لهالأبطال ل50 عائلة إن شاء الله. من أرامل إن شاء الله، الأبطال اللي قدموا وبذلوا أنفسهم في سبيل إنه تتحرر سوريا. نعم. ونعيش بإذن الله مستقبل سوريا الجديد. راح يتقدم لكل عائلة إن شاء الله 1000 ليرة. راح يكون في عندنا 50 عائلة. وهون رسالة من المخيمات للي كان عم يسأل، قاعدين المخيمات عم بتخلفوا. هاي الأبطال اللي كانوا بالمخيمات ونشأوا بالمخيمات وأخذوا سوريا من كلاب الأسد. اللهم لك الحمد. أقل واجب ممكن نقدم لهم إياه إنه نعين أسرهم ونعينه، لأنه لحد هاللحظة موجودين هن وبأماكن عملهم وما هديوا. شباب، بدنا منكم جميعا ما ننسى عوائل الأبطال، خصيصا الأرامل والأيتام، ما ننساهم. وتحاولوا إن كان إحنا وكان عن طريق أي حدا تاني نسعى لهم لكفالات دائمة إن شاء الله. الله يكتب أجركم.